اختي شافتني وانا بسلق الممبار، قالت لي هو الممبار ليه ما بيتفتحش منك في الميه، او ليه ما بينزلش رز كتير والميه بتنشي كده؟ قلت لها عشان خاطر في خطوه مهمه جدا بعملها، تعالى اقول لكم عليها انتوا كمان. هخليكي تعملي ممبار تسلقيه ولا واحده هتفتح منك زي ما انتم شايفين كده، وهتعملي احلى شوربه للممبار، وفي نفس الوقت ولا رزايه هتنزل منك، يمكن كميه قليله جدا بس من الرز. هتشوفي دلوقتي حبه الرز اللي هينزلوا لسلق 2 كيلو ممبار، شايفين هم دولت الحبه. انت هتعرفي منين؟ هتعرفي من الميه نفسها، يعني الميه بتاعت سليق الممبار اهي، الشوربه صافيه وزي الفل. تعالي بس اقول لك ايه السر اللي انت ممكن تعمليه ويطلع معاكي الممبار زي العسل، سواء في الخلطه او في السلق. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام وتعالوا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه روح الممبار هو البصل والخضره والحاجات اللي انت بتحطيها، المكونات بتاعه الممبار هي دي اللي بتدي طعم للممبار. العرايس الجديده اللي لسه مش بتعرف تقدر قوي كميه البصل اللي تتحط او الرز او كل حاجه، هقول لك بس تابعيني كده الفيديو، اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتسيبي تعليق حلو كده عشان بيفرق معايا كتير جدا. اول حاجه كيلو الممبار هياخد معاكي نص كيلو بصل، يعني حوالي 3 بصلات كبار لو كيلو. عايزه تكتري اكتر مفيش مشكله. ال2 كيلو دولت انا عملت لهم كيلو بصل زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ببدا امسك كمان الفلفل الرومي والحامي واضربهم في الكبه. خلطه الممبار عندي يمكن اسهل من خلطه المحشي بكتير، ما بتاخدش مني وقت، وفي نفس الوقت الحمد لله بتطلع معايا مظبوطه جدا وحلوه قوي قوي. جربوا بس الطريقه بتاعتي دي، وان شاء الله لو جربتوها هتدعوا لي عشان الممبار هيختلف معاكم نهائي. بعد كده ببدا اقطع الطماطم بتاعتي مربعات. يبقى انا قطعت البصل وحطيت عليه رشه من السكر، ايوه سكر مش ملح، رشه من السكر هيبرز طعم البصل جدا. وحطيت شويه من الفلفل الاسمر عشان خاطر عقبال لما اقطع الحاجات طعم او ريحه الفلفل الاسمر البصل بتاعي ما يتغيرش. وقطعت كمان الفلفل وقطعت الطماطم، وكنت منضفه الممبار وقلباه. بس انا لما بحب ان انا احشيه بحاول ان انا اقلبه على الناحيه التانية عشان اخرج الدهون بره وما ياخدش مني وقت. لو انت بتحبي الدهون تبقى جوه مفيش اي مشكله خالص. انا بقلبه زي ما انتم شايفين على السيخ كده في ثواني، بلفه كده من الحرف. تابعي كده معايا، وكنت عامله لكم فيديو قبل كده على فكره لان ازاي تقلبي الممبار، وممكن تقلبيه بطريقه تانية تحت الحنفيه بتاعه الميه. يعني الاسهل ليكي اعمليه سواء الحنفيه بتاعه الميه زي ما انتم شايفين كده، او بطريقه ان انا بجيب سيخ او عصايه وببدا اقلبه في ثواني وبتكون اسهل بكتير. قطعنا البصل والفلفل والطماطم. الخضره بقى يعني بصي اديله خضره، اديله خضره، كل ما هتديله خضره كل ما هيديكي جمال سواء في الريحه او الطعم. انا هنا كنت جايبه بحوالي 7 جنيه خضره، حوالي 7 حزم على 2 كيلو. يبقى انا قطعت كيلو طماطم، قطعت كيلو بصل، حطيت كيس من تسبيكه محشي كنت شايلاه في الفريزر طلعتها. طب لو ما عنديش تسبيكه محشي انا هعمل ايه؟ هتحطي بصلتين كده يعني يتبلوا، وارمي عليهم كيلو طماطم يغلي شويه لغايه ما انت تبداي تعملي الخلطه بتاعتك. جبت كمان تقديريا الرز هياخد معاكي حوالي كيلو ونص رز، يعني ال2 كيلو هياخد كيلو ونص رز عشان ما نملهوش قوي. لو الممبار اللي انت جايباه كبير شويه يبقى ال2 كيلو هياخدوا 2 كيلو رز. وما تقلقيش هتقولي كتير، لا مش كتير. ببدا احط الرز وكنت مصفياه كويس قوي. بحط بقى التوابل عليه الاول عشان تشربه، اللي هي شويه ملح وشويه فلفل، شويه كزبره ناشفه، وشويه من البهارات، رشه من جوز الطيب، ومعلقه من الهريسه الحمراء اللي هي الفلفل الحامي اللي انا عاملاه. لو انت ما عندكيش الهريسه الحمراء مفيش اي مشكله خالص. قلبي بقى المكونات دي ونص كوبايه زيت مع الرز وقلبيهم كويس قوي. انت كده هتضمني ان الرز بتاعك اتغلف كويس قوي بالتوابل واتغلف كويس قوي بالزيت عشان يطلع معاكي مفلفل. ابدا بقى انزل خضره. شايفين الجمال ده؟ والله العظيم الكاميرا كمان ظلماه. انتوا لو تشوفوا الخلطه دي شكلها ايه في الحقيقه، حاجه كده زي العسل. ببدأ بقى يا بنات اسهل على نفسي في موضوع الحشو. ان انا اعمل امسك قطعه كده وابدا ان انا اقطع الممبار لقطع متساويه، يعني بقيسهم كده تقديريا فوق بعضهم زي ما انتم شايفين كده. بمسك قطعه واحطها على يعني العود بتاع الممبار، وببدا اقطع بالمقص بحيث ان يبقى سهل معايا قوي في الحشو. ما افضلش ان انا اوسخها كلها او افضل ازق في الرز. لا انت خلاص بتحشي قطعه قطعه وبتركنيها على طول في الصينيه، فالموضوع بيبقى سهل جدا. جربوا الحاجات اللي بقول لكم عليها ديت. ولو وصلتي لغايه هنا ومتابعاني اتمنى ان انت تنزلي تعملي لايك للفيديو، لو اول مره تشوفيني تعملي اشتراك في القناه. بصبعك بقى كده باي طريقه بقى حشو. في ناس بتحشي كده، ناس بتحشي بالقمع، بس طبعا هو سهل جدا زي ما انتم شايفين. انا بحطها كده في ايديا الاتنين، مش عارفه اوضحها لكم ازاي، وبصباعين الاتنين ببدا ان انا احشيها فبتتملي معايا في ثواني.
وما تمليش المحشي، ما تمليش الممبار قوي، يعني خليه بعد ما تحشيه كده ابدأي بقى بططي بايدك وخليه متساوي. وهي دي حركة مهمة جدا عشان خاطر الممبار بتاعك، انا مصممة ان هو محشي، الممبار بتاعك ما يفتحش منك في المية. خلي بالك ان الرز لسه بيتمدد. فاحنا كده بقى بصوا شايفين عسل يا جماعة، يتاكل ني كده، يتاكل ني. لازم ننسى الماضي بتاعه وما نبصلوش غير يعني بعين حلوة كده. تعالوا بقى الخطوة دي مهمة جدا، خلة اسنان، حرف سكينة، اي حاجة عندك تقدري تخرمي بيها الممبار. هنخرم الممبار يا نهى؟ ده احنا بنخاف يكون مقطوع. لا، خرمي الممبار عشان تسمحي للميه ان هي تدخل جوه، وفي نفس الوقت هو بيفرق عليه مننا، عشان لما الرز بيتمدد او الرز بينفش يعني جواه، فما بيلاقيش منفس، فبيبدا ان هو يفتح منك، سواء بقى الرز يخرج من الحروف بتاعته او ان هو يخرج من الفتحه اللي هو عملها لنفسه، وتلاقي الممباريه باظت وكلها طلعت الرز فيها. فهي الكام شكه اللي انا بقولهم لكم دولت، يعني زي ما انتم شايفين كده انا حطيته في الصينيه وبالخله ابتديت ان انا اخرم كده وارجع احط في الحله، اخرم طبقه طبقه وارجع احطهم في الحله. وخطوه برضو مهمه، ما تنزليهوش في ميه سخنه، ما تسمحيلوش ان لما تنزليه في ميه سخنه تبرد منك فيبدا ان يعني الرز يطلع يخرج. لا، اغلي ميه في الكتل او ميه في حله زي ما انا عملت كده، وانزلي بالميه السخنه على الممبار. مش هتسمحي له بخروج رز، خلاص انت قفلتي عليه، هتلاقي على طول الحروف بتاعته كده عملت بوس كده وراحت قافله، وخلاص كده تمام، انت بتسلقي صح وحشيتي صح وخلطه زي الفل. استنوا بقى كمان هقول لكم تعرفي ان هو استوى ازاي، وكمان هتخزنيه ازاي، لان طبعا احيانا ما بناكلش الكميه كلها في نفس اليوم، او بقى انا بجيب كل اول شهر مثلا او كل فتره بجيب وبكون عايزه اعمل واشيل. فشايفين يا ولاد قفل ازاي؟ شايفين؟ مجرد ما حطيت الميه خلاص الميه بتغلي نزلت عليه، قفلت، ما اديتهوش مساحه ان هو. والخطوه دي مهمه في السليق، سواء بتسلقي حمام محشي، وتابعوا الفيديو بتاع الحمام اللي انا عاملاه لكم، سواء بتسلقي بط، حاجات كتيره، اي حاجه محشيه انزلي بالميه المغليه عليها، ما تنزليهاش في الميه المغليه، وبتفرق كمان. تعالوا بقى شوفوا، ما شاء الله خد معايا ساعة. الأول غلي وبعدين وطيت عليه شوية، وبعدين بطلع واحدة أدوق منها الرزاية من جواها، بلاقيها استوت خلاص، ببدأ أطلعه بقى بالمصفى كده، اسمها ايه، بالبتاع اللي بنشيل بيها دي. وبعد كده بقى ببدأ أحطه في صينية يتهوى. شايفين شوية الرز اللي طالعين معايا في المصفى دولت؟ هم دولت شوية الرز اللي نزلوا من الكمية كلها دي، هتلاقيهم كانوا موجودين مثلا على الممبار واحنا حاشينه من بره وكده اهو. هو ده كل اللي بيبان، وصدقوني انتوا هتعرفوا اذا كنت صادقه ولا لا. الميه بتاعته لو الرز نزل كتير هتلاقي الميه بتاعته بقت تقيله ومنشيه، الشوربه بتاعته دلوقتي هتلاقيها شوربه صافيه جدا، وتقدري في ناس بعض الناس بيشربوها، تقدري لو حطيتيها ببوله دلوقتي هتلاقيها شفافه وخفيفه جدا، وتقدري ان انت لو بتحبي تشربيها، يعني في ناس بتشربها فممكن تشربيها. شايفين الممبار ده لسه بقى كمان لما يبرد هيبقى تحفه، والشكل واللون بتاعه كله هيظهر. علب بقى بلاستيك كده، وعلى الفريزر قسمي بقى علبتين 3، اللون الحلو والطماطم بانت والبصل وكل حاجه. كمان كنت عامله فشه، وكمان كنت عامله كرشه، هي كانت اكله واحده كده ساعه العيد كمان، وبتقسميهم في الفريزر وبتقدري تستخدميهم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.